عنا بلبنان في قناة اسمها الجديد، آخر فترة عملت بلبلة كتير كبيرة بسبب برنامج اسمه لقمة وطن. هذا البرنامج بيضوي على المطاعم المش نظيفة وبيفضحهم بالتلفزيون قدام الشعب اللي معطر مثلي ومثلك. بعرف فار عندنا فار وصراصير واللي بدك اياه يا اخي. بعدها عايشة. هاي دودي ولا مش دودي؟ تعال شوفها. لا ليه بده يكون في شعر هون؟ الخضرة اللي عم ناكلها بالمطاعم اكتشفنا انها خضرة. صدقوني حتشوفوا مصايب، ويمكن حدا فيكم يكون مجرب شي مطعم من هودي اللي حيبينوا بالفيديو. قرب شوف هيدا صرصور، هيدا مع خبز اللي على السمك. يلا امشي حبيبي امشي، يلا كل حشرة. لبنان هيدا شو بيدهنوا فيه؟ هذا بيدهنوا فيه اكيد السمك لما اثنين 3 4 5 هاي الصغيرة كمان. طيب انتوا يا شعب ليه مستغربين؟ ليه؟ عن جد طيبين السمك مع الصراصير. لا والدهنة قصة كبيرة، سمكة عليها صراصير بس طعمة الصراصير مش طاغية، قال لك يلا كمان بدهنها بالصراصير مرة تانية. شوفوا قد ايه بفكروا فينا، جماعة بهمهم سلامتنا. شو في كمان غير الصراصير؟ شوفوا شفتوا؟ هيدا اللي عم تاكلوه بالسمك. هي اللي نستعملهم، ما بنستعملهم. ما بيستعملون بس موجودين. شوف عم بيلعب لعب المحل. يعني قهرني هذا المطعم، قال شو عامل؟ عم تصور كواليس؟ صورني ما بقصر لك، صورني تبعت لي اياهم. بس لقينا بالسمك صراصير، راجعين ملاقيين مطرح للدهن في صراصير، اللي بيدهنوا فيها السمك كمان فيها صراصير. ايه يعني هو مش بيكتفي انه فيها صراصير بقلب السمكه، لا بيرجع بيدهن لك اياها ليأكد انه في صرصور. يعني شوف قديش فرشيت الشعر هون مع الثوم مع السمك. كمان. هون ليش مستغربين؟ الشيف هون حب يفقي توم بنفس الوقت يفقي شعرات. ايزي، خدوا كل شيء برواق. هي بحياتها مش فاتحة شيء اسمه مجلة. اوكي؟ طلعي لون الزيت، طلعي شو في بقلبها. هذا مش بس زيت مكرر او مش مكرر اصلا، هذا الزيت مع الطنجرة مع الموظفين مع المطعم كله مش مكرر. لا هيدي للكب، هيدي لا تصلح، رطوبة عالية بعدها مش مغسل. ماي جاد، تراب. البطاطا اللي عم ناكلها مرقت سودا من جوا، بيعملوها يمكن بطاطا بيوري. شوفوا شو عم تاكلوا. هو حلو البطاطا تكون كذا لون، يعني ضروري يكون اصفر، يمكن ازرق، احمر، اخضر، ستايل. هو بحب يعطي الزبون كذا ستايل، تشكيله واسعه، ما هي قزح لانه من قرنة لقرنة كنا عم نفتش عن مغارة علي بابا بالسمك، وهالمرة مع عصابة بنغلاديش تحت غطاء لبناني. كبستنا بصبرة طلبنا من وزارة الزراعة وفوج حرس بيروت يرافقونا. شو في هون؟ شو كان عم تغطي؟ تعال قرب شوي لعندي، قرب. اوه هودي غير صالحين للاستهلاك. هون راحوا على سوق صبرة ولقوا انه عم بخبوا السمك الفاسد. طيب هن بيحبوا يلعبوا غميضة مع السمكة، انتوا ليه زعلانين؟ هن بيحبوا يخبون، كونوا سمك وتخبوا. وبيقولوا خدوا اسراركم من صغاركم. ومن هيدا الولد اكتشفنا مستودع للسمك تحت الارض بصبرة. شوفوا الكوارث. الأمانة هون الله يعين الولد اللي طلع بقلب الفيديو. الصراحة ضد انه ينعرض هيك لقطة، اكيد هلا تجار حيلاحقوه او يضربوه او يعملوا اي شيء، فقناة الجديد كان لازم تخفي وجهه. المهم هذا الولد دلن على مغارة، ويا عيني على هيك مغارة. اوروبا بلاقوا مغارة ذهب، امريكا بلاقوا مغارة الماظ، باليابان مغارة ديناصورات، الا بلبنان عنا مغارة سمك. يحرق ديبه منا شعب، حتى السمك عملوا له مغارة. عم بتسكريه، رجعي افتحيه خلينا نشوف شو في هون. هي تسمم غذائي. هيدا انت بتاكليه؟ كلي يلا. انت بتاكليه؟ كلي صحتين عالم. كمان الصراحة اذا ما اكلتيه نحن الشعب اللبناني كلنا حنيجي نخليكي تاكليه. قوية الجملة ها؟ صراحة معهم حق، يعني أنا من ورا الشاشة وشمات الريحة، متابعيني عم يحضروا هذا الفيديو وشموا الريحة، اليوتيوب كله شم الريحة. نسمع عن بحيرات السالمون اللي بيطعموهن الزبالة والمخلفات، بس ما توقعنا يربوهن بهالبراميل. مخبى كمان. هيدا شو؟ هذا سمك حي، كيف يعني؟ سمك نهري. ايه؟ ايه دكتور؟ حاطين مي، ايه ببرميل عم يربوها، حاطين له مي ليكي ببرميل. ربونا قلنا بالاكل مش عم بيربوه له للسمك. هذا بيشيلوه ببيعوه. كارثة غذائية، عصابة عن جد عصابة. سمكة بعدها عايشة. طريقة تربيتها لا اوه
هاو السمكات بعدهم عايشين عم تتربى هون هاي السمكة. أنا هون بحس إنه ظلموهن للتجار، هن عم بحنوا على السمك وحبوا يربوهن بلا ما يقتلوهن ويطعموهن، لا أخدوهن ليربوهن بقلب براميل. طب هيدي حنية، عم بفكروا فينا وعم بفكروا بالسمك بنفس الوقت، ولك ربوا الأمل فينا، لك تفه. هذا ساعدني فيها الجملة، يعني أنا كنتش بعرفها. وهلأ بنيجي لأحد المطاعم اللي بلبنان اللي ما في حدا ما بيعرف مين في وراه. راء اللي كل ما يسكروا له فرع بيرجع بيفتح بفرع تاني. هون في اوفر. إذا هيدا اللي بيصفوا فيه الزيت هالقد وسخ، ولا طحين ولا للبروستد؟ معفن. يا يا قلبي شو عم تعملوا فينا؟ حشرات، ليك الحشرات. هون الشاورما، انظروا إلى هذه النملة، نملة أخرى. هيدا شو؟ صوصات الكوكتيل صوص مع هيدا مع الطحين. يا عيب شو مقرفتونا حرب. شو هي؟ والله عيب تشرب نسكافيه ترميها هون مطرح الناس ما بتاكل. تفاحة. طب ليه جوفسين مع النشا والطحين؟ هذا الفارة للفارة هون؟ شرفك حاطط هاي للفارة هون مع الأكل؟ هيدول اللي بتحطون للدليفري مع دواء صراصير، ليه؟ بتتلفيهم ليش هون إذا بدك تتلفيهم؟ تلفيهم يا لو بده تسكير اكيد. أنا بدي أفهم، أو بالأحرى نحن الشعب اللبناني كلنا بدنا نفهم مين في ورا مطعم الزهراء. ليه كل ما يسكروا له فرع بيفتح مليون بداله؟ أي لازم يسموا المطعم اللي ما له حل لأنه عن جد ما له حل، وإذا فتح فرع تاني يسموه خلاص تعبت، لأنه عن جد خلاص تعبنا معه للزلمة. يعني كل ما يفتح فرع بسكر، كل ما يفتح فرع. كيف بدنا نقول هاي الجملة ولا؟ كيف بدي أركبها؟ خلص فهمتوا قصدي. مطبخ الفول ليه بده يكون في شفرة حلاقة؟ هيدي تستعمل اي ايه شيء. لشو هي؟ اي شيء بدهم يقعدوا بيشتغلوا فيها بيتسلوا فيها. بيتسلوا فيها بشو؟ مش بالاكل مش بالأكل؟ لا. بالشعر. ولا بالشعر حتى. ما فيها شعر. انا معك، ولا بالشعر حتى. إيه، ما هيدي الشفرة مش للشعر، هيدي بيلعبوا فيها بابجي أو دق 400، هي لجواكر هيدي الشفرة. الحر مع الممسحة. لا هلا امبارح انتهلنا هذا غبره. عرفتوا انتوا كيف انه هذا صاحب المطعم بحب يبرر على كل شيء، اي شيء مهم يبرر، يعني على كل شيء بده يبرر. يعني حتى لو كان في ديناصور بقلب سندويشة الفلافل بقول لك ايه ما ديناصور بحب ياكل معك، مهم يبرر. شو ما تقول له بده يبرر. ليه في نووي بالكبيس؟ هذه خلطة اعطاني اياها ادرعي. ولك يا زلمه كله تبرير بتبرير. هي قانونيا ما حدا بينام، نحن مجرد ما فتنا هون خلص صار اكل. هي منا معزولة، هي ليك انه هيدا البراد هون، الطبخ هون، الاكل حد الزبالة مزبوط ولا؟ لا هي كل طريقة التوضيب مش مقبولة. هي للحمص ايه؟ هالقد مجوية. يا انسوا الجي والقرف. انا ما قهرني الا انه اوضه النوم مع المطبخ. ايه حبيبي اعمل لي بس وحده ساندويش، يلا بس لك هيني بس لا يقلط هذا الحلم شوي. لقطه مع هيفا وهبي بس خليها تمرق برجع بعمل لك الساندويش. ايه حبيبي الساندويش طلعت ابدا مش طيبه، بسيطه مساءبه الموظف انه كان مروبس على وقته. صراصير صرصور اصلا جوا ميت على الجنب. ليه عندكم صراصير مع الاكل؟ بس بدي اعرف شو المشكله مع الصراصير؟ ليه ما عم بتنظفوا؟ هذا زباين وصراصير اكتر من البشر. هذا بيجي لعنده صرصور وبيقول له لك فلي سندويشي فيها بشر. هون الصرصور بشوف بشر بقلب السندويشي وبيقرف، بيروح على وزاره الصراصير للمضادات البشريه بده يشتكي على هيك مطعم. ما بيجوز فعليا، عن جد زباين وصراصير اكتر من البشر. يا زلمه عنده الصراصير اكتر من البشر، شيء مش طبيعي هذا. يعني هيك كميات تحسوا بالجمله. فرجيني هذا في ركوف. ليش بلا كفوف؟ لانه ما بيمشي حاله، ما بيمشي الحال بلا كفوف. بدك تشديهم هيك لحتى يطلع الوسخ اللي فيهم. شوف ما هي المصفية اللي انت عم تستعملها بتحط بقلبها دخان. انت هيك هالمنظر بيعجبك؟
انا بحس انه هود المطاعم لازم يروحوا على الصين. هون عنا بسكرون، هونيك لا، هونيك بيكرموهن لانه هن بياكلوا هيك. خلص ياخذوا هذا المطاعم يفتحوا هونيك ويكرموهم من هلا للصبح. هيك هن بيحبوا هيك اكل وهن كمان حيحبوكم. فاير ديت قال استريحوا من كم شهر. شوفوا يا عمي ما بيجيبنا ايش فينا. لا خلصة مدتهم اقل من عادة. كيف يعني؟ مش معروف شو وضعهم. هل هن من المنتوجات اللي خلصة مدتهم عم بيتم تفريغهم لهم؟ طب لا وهيدا شو؟ هيدا خلصة مدتهم. حتى المواد الغذائية اللي عم بيبيعونا اياها مخشوش. هي يا امي ليش الفاصوليا طالعة هيك؟ كل يا ابني كل، تغذى. سائب انت بتاكل من هون على المستشفى بتفوت شهر عناية، اخر شيء بتيجي امك بتقلك ما كله من ورا التليفون. هذا المطعم اللي فيه 100,000 شغلة ما خصه تليفون. براد بنحط برا بموقف السيارات، براد الخضرة بمندرين. ليه بده يكون في شعرة هون؟ ليه المعالق هيك وسخة؟ ليه السكاكين هالقد وسخين؟ ايه معلم، انا طلبت من عندك ساندويش مع بيبسي، انت حاطط لي بيبسي، وين الساندويش؟ يا تقبرني، ما انت ظاهر على موقف السيارات. فرض مره بتاخذ الساندويش بتفتح البراد من حد السياره بتاخذ الساندويش وبضلك رايح على البيت. سيتا ايزي يعني، تناول لك ساندويش وضلك مكمل على البيت وصحتين على قلبك. شفنا بعض الفيديوهات وبعد في كتير فيديوهات، فانتوا قولوا لي مجربين شي مطعم منهم وشو لازم تعمل الدوله بهذه الحاله ومصدومين مثلكم. هلا انا تاقلمت. اكيد لايك وسيف وكومنت للفيديو، ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب.